لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالد عمرو يوسف يعلن تصريح صاروخي. من يتحدثون عن الإقصاء موجودون في السلطة بانقلاب عسكري. خالد عمرو يوسف يصدم عبد الفتاح البرهان وحميدتي منذ قليل. قال خالد عمرو يوسف الناطق الرسمي باسم العملية السياسية وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني إن من يتحدثون عن الإقصاء هم موجودون في السلطة بانقلاب عسكري. متابعا هذا إقصاء، وأقصى درجات الإقصاء أن تأتي بانقلاب عسكري يزيح كل القوى السياسية، وحينها تتوصل هذه الحركات باتفاق مع الجيش وفقا لاتفاق سياسي وتوسيع القوى المدنية. وأضاف خلال حواره في قناة القاهرة الإخبارية: كل النقاشات الدائرة منذ شهور لم يتطرق فيها أحد لمساءلة وزارة أو وزارتين، وكل النقاشات حول القضايا نحن نتحدث عن جيش واحد، وبدون جيش واحد لن يحصل استقرار ولا تنمية ولا غيره. وقضية الوصول إلى الجيش الواحد معقدة ولها أبعاد كثيرة ولها علاقة بالبعد الخارجي، ونحن نتكلم عن أنه لازم يحصل إصلاح في منظومة العدل ويشعر المواطن السوداني بالإنصاف. ونحن نتحدث عن السلام، والسودان فيه حروب أهلية، وبالتالي لابد من السلام من أجل تحقيق التنمية. وفي الأخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.